تعديل جداول امتحانات المواد التي لا تضاف إلى المجموع لطلاب أولى وتانية ثانوي. رقم 1 مش لكل المدارس. رقم 2 من فضل حضرتك لازم تتابع صفحة المدرسة، لأن بعض المدارس غيرت جداول امتحانات الترم الثاني للمواد التي لا تضاف إلى المجموع. سيادتك عندك امتحان تربية بدنية، عندك امتحان تربية وطنية، عندك امتحان دين، عندك أي امتحان المدرسة أعلنت عنه، من فضل حضرتك يجب عليك الالتزام. لأن للأسف الشديد أول أمس وأمس جات لي أكتر من 100 رسالة من أولياء الأمور ومن الطلاب إن تم تعديل جداول الامتحانات وهم ما يعرفوش. وهنا مش بتكلم عن المواد الأساسية، أنا بتكلم عن المواد التي لا تضاف إلى المجموع. في بعض المدارس بسبب إن الجدول بتاعها كان غلط من الأساس تم تعديل هذا الجدول. للأسف الشديد المدارس اللي عدلت جداول امتحانات المواد اللي لا تضاف إلى المجموع للأسف بعتت هذه الرسالة إلى الطلاب، وده نموذج من أحد الرسائل اللي وصلت لي على الواتساب وكمان على صفحتي الشخصية. تنبيه مهم جدا جدا، غدا ان شاء الله امتحان الكتروني للصف الثاني الثانوي على جميع الطلاب الحضور للاهميه من الساعه 7:30. وللعلم امتحان اخر العام الكتروني، الكلام ده خاص بهذه المدرسه فقط وليس كل المدارس، لان احنا عندنا مدارس هتمتحن امتحان ورقي. التابلت يتجهز ازاي؟ من حيث التحديث وشحن التابلت وعدم التهكير واحضار التابلت يوم الامتحان والحضور قبل الامتحان بوقت كافي وعدم الالتزام بالتعليمات. سيلغى امتحان الطالب وكده يكون عنده دور تاني في فصل الصيف، وكل عام والجميع بخير. في نقطة هامة جدا المدرسة دي وضحتها، وهي أن جاهزية التابلت لأداء امتحانات الترم الثاني هي مسؤولية الطالب وليس مسؤولية المدرسة. بصراحة المدرسة كانت صريحة جدا، الطالب اللي مش هيلتزم هيكون عندك دور تاني، وده اللي أنا وضحته في فيديو أمس بخصوص تعديل الجداول وبخصوص كمان عدم حضور الطلاب امتحانات الترم الثاني، سواء المواد بتضاف إلى المجموع او المواد التي لا تضاف الى المجموع. مش بس الرساله دي، للاسف الشديد جالي رسائل كتير جدا من اولياء الامور ان هي اتفاجئت ان تم تعديل الجدول والطلاب ما حضرتش. مفيش مسؤوليه عن المدرسه، لو انت فاكر ان في مسؤوليه عن المدرسه مفيش اي مسؤوليه. المدرسه اعلنت على صفحتها الرسميه تعديل جدول امتحان المواد التي لا يضاف الى المجموع. من فضل حضراتكم فتره الامتحانات لازم نكون مركزين في جميع الجوانب. 5 دقايق بالليل قبل ما تنام مش هتخسر اي حاجه لو انت تصفحت صفحه المدرسه او تابعت اخبارنا او تابعت الاخبار اللي تهمك. ولكن في المجمل العام كلنا نسعى الى مصلحه الطالب، كلنا بنسعى الى نجاح الطالب. من فضل حضراتكم اي طالب مهكر التابلت، من فضل حضراتكم لو انت التابلت بتاعك اتسرق، لو التابلت بتاعك اتكسر، اكتب لي في التعليقات، لان للاسف الشديد تم منع دخول بعض الطلاب امتحانات الترم الثاني لان ما قدمش بيان ان التابلت بتاعه اتسرق. لجميع طلابنا الكرام من فضل حضراتكم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك اشعار فيديوهاتنا الجديدة ان شاء الله رب العالمين هتفيد طلابنا على قناة اخبار التعليم مباشر. وكمان لو انتوا عايزين ورق المفاهيم او محتاجين اي ملخصات اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله هوفرها لجميع طلابنا الكرام. بالتوفيق للجميع.